انت كميدو كل واحد النهارده هيقول لك ايه، هو علي بن ميدو ده ميدو ولا مش ميدو؟ هو مين زي ميدو؟ سؤال بس، مين المهاجم اللي طلع في مصر في اخر 30 سنه زيه؟ عماد متعب، لا حسام حسن، لا مين مهاجم النهارده بالامكانيات بتاعتي؟ عمرو زكي. لا كل دول اسماء طبعا نجوم كبار ولاعيبه كبار لكن مش زيي. سيبك من صحابك اللي بيجاملوك وتعمل فيديوهات ونبص لك لا يبقى انت ما تعرفش صاحبك. انا يعني الحمد لله انا اجمد لعيب طلع في قطاع الناشئين في نادي الزمالك في اخر 30 سنه. اجمد مهاجم. لا يعني انا لما قلت لك حسام حسن وعماد متعب ما وقفتش. اجمد مهاجم طلع في انا مش رافض. انت بتقول لي، بقول لك الحقيقه. مين النهارده يعني انا النهارده انا على فكره انا مش رافضها. انا بقول لك اصل انا مش عايز اتكلم على نفسي. لا دي عيب. لا مش عيب. لا عيب ان انا اقول الكلام ده. لا مش عيب. لكن كامكانيات مهاجم يعني كامكانيات يعني حسام ومتعب انت بعيد عنهم؟ انا مختلف عنهم. انا راجل لعيب مختلف عن كابتن حسام وعن عماد راس حربه كبير، وكابتن حسام طبعا اسطوره يعني حاجه. لكن النهارده لما تيجي تشوف الافضل لعيب وافضل مهاجم خرج لنادي الزمالك من قطاع الناشئين في اخر 30 سنه فهو ميدو. ميدو اللي راح لعب في اياكس وراح لعب في مصر ولا الزمالك؟ في مصر. في مصر خلي بالك. ولا مهاجم من الاسماء اللي انت ذكرتهم قدر ان هو يلعب في الليفل اللي انا لعبت فيه لسنين. وفي وقت من الاوقات انا قصرت في حق نفسي في حاجات معينه، لكن ككوره بس خلي بالك اصل الكوره كوره ايه؟ كوره انت ليفل معين يا بتنجح فيه يا ما تعرفش تلعب في الليفل ده. بص رد صايع، بدل ما تغرق ابنك فوقت الدنيا في لا دي حقيقه. لا حقيقة. انت رديت رد. مين؟ انا اصلا سيف على فكره عيب ان انا مش ممانعه. عيب ان انا بعد السنين ده اطلع اقول كذا. انت عارفني انا مش بتاع الكلام ده. لكن كمين النهارده معلش لعب في نادي الزمالك اساسي فرود نادي الزمالك وهو عنده 16 سنه. مين ومين في الاهلي لعب وهو عنده 16 سنه اساسي في النادي الاهلي؟ مش موجود. مين لعب منتخب مصر كان فرود مصر الاساسي وعنده 17 سنه الاساسي؟ مش موجود. مين النهارده راح لعب في اياكس امستردام اللي ما بياخدش حد؟ اياكس امستردام ده عشان يبص على لعيب لازم يكون عنده كواليتي معينه وشخصيه معينه. ان انت اي لعيب طالع من قطاعات الناشئين ان انت تقارنه بيه يبقى انت مش بتظلمه، انت بتذبحه. انت بتذبحه. فهي دي الحقيقه، وهو ده اللي قدامنا، وهو ده على فكره الناس كتير مش عايز تعترف بيه. يعني في ناس كتير مش عايز تعترف، تقول لك ان ميدو كان في حته ثانيه. ميدو كان في حته ثانيه خالص. مش عايزين يقولوا الكلام ده. ممكن يكون مش عايزين يقولوا في حته ثانيه. ماشي. اكيد يعني ساعات بيبقوا مش عايزين يقولوا. بس عمري ما شفت اب غير ما قال لك ابني احسن مني. ده رد اللي انت قلته، ده رد صايع. خلي بالك ده رد. لا انا خلصت على الواد. انا بقول ان ده ظلم ليه. انا فاهمه كويس. انا بقول ان ده ظلم ليه. انا فاهمه كويس. ظلم يعني. انت بتقول لي الناس بتقول علي مش ميدو. طب مين ميدو؟ لا الناس مش يعني علي مش. لا انا اسف. ده اللي انا فهمته. لا انا ما قلتش كده. انا قلت ان انت ما بتحسش انك ممكن تظلمه ان الناس تقارنه بيك. انا ما قلتش علي مش ميدو. انا بقول الناس مستنيه علي يبقى ميدو. ما هو ما ينفعش تقارنه بيا. بس خلاص. يعني ما هو ده اللي انا ما قلتش مش. انا قلت الناس هتبص تقول لك علي مهاجم جيد جدا. هو ليه ديفلوبر بيتطور، محتاج فتره اكبر علشان ان هو يوصل لمرحله الكمال بتاعته. المقارنه بيه تذبحه وتذبح اي مهاجم صغير. انا بس عايز اقول حاجه يعني. الكره على فكره قدرات زي اي حاجه تانية وامكانيات. فالحمد لله يعني انا عارف ان انت ممكن تكون ما كنتش متابع في الوقت ده وانا في نادي الزمالك او انا في منتخب مصر، لكن الحمد لله اجمد لعيب واجمد مهاجم يعني جه في ال 30 40 سنه الاخيره في مصر ميدو. الكارت اللي رميته ده مين يعني اصفي النية ولا ده اسمه صايع؟ ممكن اسالك سؤال. مين لعب في الليفل اللي انا لعبت فيه؟ مفيش الا محمد صلاح. ومحمد صلاح طبعا تفوق عليا ان هو قدر ان هو يكمل لسنوات اكتر مني لاسباب شخصيته. انما ككوره تعديه طبعا. ككوره ان انا اعدي صلاح طبعا لا. ككوره كامكانيات كلاعب كوره تحب ان انت تشوف الكوره في رجله اكيد. انما صلاح قدر بعقليته، قدر بشخصيته، قدر بتطويره لنفسه ان هو قدر ان هو يلعب في الليفل ده لسنوات طويله. عندك بقى كام لعيب حاول ان هو يلعب في الليفل ده وما عرفش. يعني انا اعرف لعيبه بدون ذكر اسماء لما دخلت في الريتم ده غرقت.
ما قدرتش ان هي تلعب في الليفل ده اللي هو انت عارف يعني ايه بريمير ليج يا سيف؟ يعني الكره اللي بتطلع من رجلك غلط الجمهور بيزوم عليك. الكره اللي بتستلمها غلط الجمهور مش عايزك تبقى موجود في الملعب مره ثانيه. فالحمد لله ما فيش ولا لعيب جه في مصر كلها قدر ان هو يلعب في الليفل ده. مش الليفل ده بس. مين كان نجم توتنهام؟ يعني انت النهارده لما تيجي تبص على السكواد بتاع توتنهام الكبير ده، مين كان نجم الشباك الاول؟ انا. مين كان نجم اياكس؟ انا. مين كان نجم مارسيليا؟ انا. مين كان نجم الانديه يمكن اللي انا ما كنتش نجم فيها روما بحكم طبعا وجود نجوم كبار، نجوم كبار اكبر مني بكتير، لكن انا ما كنتش بكتفي ان انا ابقى موجود في فرقه كبيره بس. عمري ما سمعتك طلعت الوحش اللي جواك ده كده. لا ما اصل انت ساعات الناس بتقول كلام برضو يزعل، او الناس ساعات الناس برضو ما بتديكش حقك، او ساعات الناس بتجبرك ان انت لازم تقول الحقيقه فين. فالحقيقه بتقول بس انت ممكن تكون اكتر واحد اخدت حقك في العالم. في ايه؟ كل حاجه. كلاعب الناس شادت بيك، كمحلل الناس شادت بيك، كمقدم انا اكتر واحد الميديا اللي في مصر جت عليا وما ادتنيش حقي. يعني اصل انا خلي بالك شخصيه يا تحبها يا تكرهها.